الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الحق جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. في هذه الآيات البينات حثنا الله عز وجل على التوبة، على الإقلاع عن المعاصي، عن الرجوع إلى مولانا تبارك وتعالى الذي يعرض علينا نفحات رحمته طوال أيام دهرنا، الذي يعرض علينا هذه النفحات في جل الأوقات وفي أوقات مخصصات وفي أسئلة معلومات. من بين هذه الأزمنة هذا الشهر الكريم الفضيل، شهر شعبان. وكما تعلمون أننا سنستقبل إن شاء الله بعد أسبوع كامل شهر رمضان، سيد الشهور الذي يمحو الله عز وجل فيه السيئات ويقيل فيه العثرات وترفع فيه الدرجات وتكثر فيه الرحمات والبركات. فالله عز وجل نادى أهل الإيمان كما قال ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. رب العالمين أيها الإخوة الأفاضل، يا رحمة نس يتطلق في نس العبادس يتسرجد دائما يتخلق فيس أذوان الغرس الصفران الذوفان الدمان. بعبارة أخرى أتجدد النية للرجوع إلى الله تبارك وتعالى. هذا أمر مهم ذكره أهل العلم، قضية تجديد النية. في بعض الأحيان الإنسان الإيمان يزيد وينقص، المؤمن تعتريه شدائد. في بعض الأحيان الإيمان بنادم يتصب ويتسلم، في بعض الأحيان المؤمن يتصارع بعض المصائب بعض الشدائد صافي طارت بين الإيمان يسوى. في بعض الأحيان يصب الإيمان أذ يغفل مد يفارع ويزي قربان زيد الفجار أدوان رب العالمين عز وجل. على جلال الشتاء رب سبحانه عز وجل يسوى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يوحنا يتبع في الإسلام يضرب فاينس، يوحنا يتبع في الإسلام يزيد سينتينس يثوثو ثينس، يوحنا يتبع في الإسلام بالشدائد دينس. هذا يحصل رب العالمين يتكسر الشدة يبراغيد وإذا كان يغيد خلطان يمرض أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. سوف رب سبحانه عز وجل يجيك خلطان، يجي السوال، يجي عدلان، يجي رفدان، يجي رزقان. توبوا إلى الله توبة نصوحا. نداء أهل الإيمان. ابن عباس حبر تاع الأمة شو قال العباد سلمان مال السلام: يا ربي يساوي سنين. يا أيها الذين آمنوا أين اليمنى إن العفنا لقد يفتح السمع يسأل السر وليفتح القلب يسأل الصوت وليعتبر وليمتثل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وغفر بابن دي خلقان السنية يسفان سنين ماما، وغفر بابن دي خلقان سن عزم وتغفر المعاصي، وغفر بابن دي خلقان سنية اللي يفتح العبد الصفحة ثلاث
ياس رب العالمين عز وجل بسيدي خلقان. يسأل أحد الصحابة سيدنا رسول الله يا رسول الله كاين اللي الجاهلية الغير سفك الدماء سوير الخمر خذ مغايا كرينا تفركاني كامل عمل أرسلت خذ أرسلت. الناس النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعلم بأن الإسلام يجوب ما قبله؟ الناس تعلم الله الإسلام دين ربي سبحانه عز وجل مراد يزرع الفرص يتهدي كرا وين يخدم الإنسان واشو من السيئات. الناس يعلم العبد مراد يخدم المعصية يندم يستغفر يعزم ويتغالى ورص ربي سبحانه عز وجل يعفو أثقل واستبدل الحسنات السيئات اللي يخدم استبدل السيئات. ذي رب العالمين خاطب المثلث الكفر قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ربي سبحانه عز وجل يتسالي أهل الإيمان، ولكن في آية أخرى إن ذلك يستوي الاحترام الكفر على عهد رسول الله إن يصبح الكفار المشركين ينسل يا رسول الله مجا الشرك بالله مجا العناد السر يمكن نستغفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذا الله عز وجل يترجد سعين الرحمة والرضا للعباد يسكمل شرف من الثوبان الزين ربي عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من شدة حرص الله عز وجل على توبة عباده ولطفه بهم أن خصص لهم أوقات معلومات أزمنة مخصصات كي يعودون إلى الله جل جلاله. يا رحمة ربي عز وجل سعيبة ناس يلطف في ناس يخص رب العالمين كرا الأوقات إفكاف الدين العباد يوكل يسعود الإعانة للسنت أن يسير رب العالمين عز وجل. من بين هذه الأوقات أن رب العالمين جل جلاله من بين هذه الأوقات أن رب العالمين تبارك وتعالى رب العالمين يتنادي عباد الله الصالحين 5 مرات في اليوم. في المغرب يسمى الإنسان الذي يثوب اليمين منيس ربي قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من بين الأسباب ألا يعين بني آدم التوبة النصوحة إلى الله تبارك وتعالى المحافظة على الصلاة. الإسلام المنيس الإنسان المؤمن 5 مرات في اليوم اللي قال أستغفر الله أن يتوب ربي عز وجل أن يسجد أن يغضب رب العالمين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقت الصلاة. الأمر الثاني اتفاق ربي عز وجل يتعاون بني آدم بوقت يثوب شهر رمضان. وأنا في شهر شعبان الذي شهر رمضان. شهر رمضان ديون الشهر إلى قد يتجمع بنادم 63 نفس في القبائل. لكي ربي عز وجل أتسوز الله أتسعود المراقبة بشرة الشمال بشرة الصفار بشرة الدينار بشرة الشهر المعاملين في ربي شهر رمضان وهو شهر الصبر. الشهر كان يعود الإنسان 63 أن تستقر طاعة الله عز وجل. المثلث الكفر إذا يخدم نشرك ربي عز وجل يمرض ربي عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام إن يصرح باسم الكفار ما بغات تشهد لا إله إلا الله وتقرر بذيك ربي الله 3
لا ثلاثة إنس العبادة كير ما قالت الذين لا إله إلا الله كان يسمح ويعلم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذا على عهد رسول الله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الله ثم الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل فقد ضال راحلته في أرض فلات انقطعت به السبل ثم نام فاستيقظ بعد مدة فوجد راحلته واقفة عند رأسه فهو من شدة الفرح قال كان يشكر الله قال اللهم أنا ربك وأنت عبدي من شدة الفرح ومن شدة التعلق بالله ومن شدة شكر الله. الله عز وجل أشد فرحا بعبده الضال المذنب الذي ارتكب القواصم من الذنوب والمنكرات. رب سبحانه عز وجل يفرح سبعة في ناس ما يليق يذوق المعصية ما يليق إحصاء السن في النار للمعصية أكثر من كلمة إلا مري عصان رب العالمين عز وجل. رب سبحانه يفرح سبع بلد يغادر الأروفريدس امتلاك النبي عليه السلام اليوم الإنسان إلى لحوم الصحراء لا حجرة ولا شجرة يسعى الدب ينس الناقة ينس ترسل كونتينس يلحو يقول لك ساعة وين آمن حاجة فينا لا تسلكنا كربي عز وجل يلحق الشطاح السائلة لما كالنقال يقصي تسيط طيكوب ثرموت ثروب تقوم تسقي تجابى فيس العبد النيم يختار القاعد فقرب أريك اللي يفعل يختار يمين والشمال يصار ولا شيء تسلك الحشر رب العالمين يعيا يفشل انقرص حبايبي يفقد الامل يديكوراجي يقين يتكا الشجره ولا الحجره يتصرجوا الموت تبغي شي واحد يطيس بمعنى يطص بس يطيس يميت يغير يدوكسر يفعل ربي عز وجل يريس الدبانينس يفتسر الدبانينس الجبنينس يغلب يقيم نفس يضعف كل شيء يتصرف في مالك لشدة الفرح يفرح خاطر ثوانيسي دوني هادي الكيمانيس يسعى مال يسعى المكلا يسعى فيا يركب اشنو غادي يشكي ربي عز وجل يتصلص يفرح يقارص اللهم انا ربك يقارص اللهم يا الهي من شدة الفرح يغضب الناس اللي يضرب بينك انت ربي وتجيني للعافيه سدي سالك ما سكونيس يقارص يا ربي تجيني يضرب بينك خاطر يكثر مالتيو تجي سلكني الوحايد نجيني للعافيه اكفع اكستغفر اتوب اتسير اتعلق غورك ربي عز وجل يتصلصل اشد فرحا بعبده الذي فقد راحلته ربي عز وجل أشد فرح يلعب فيه نسأل والإخوة الكرام ما لا يليق يفغي فريق يزيد الرحال بالكتاب والسنة فالنبي عليه السلام يقرأ يوم الحديث الخميس يقرأ بلغوا عني ولو آية بلغوا أمر تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف النبي عليه السلام قال بلغوا عني كامل ما تشكر الإمام ولا الشرطي ولا العالم ولا بلغوا عني كل يوم هنا إذا قد يسيو ولا الخير وفي يوم الجريد ما يصليش اهدر له يا ودي راه تصلي شحال بزاف دوني في السيدات ثلاث دوام إلى قد استغفر أدري لكن بلغوا السفراء تفيضوا لي في الأولين
المسكير الميسي استخدم السكرانية استهضرا توفيق اليوم يوضع على الوالدين ناس من ميتو غتسمي إذا استهضر يطلع الوالدين ناس توفيق اليوم الاستخسار داخل المجتمع ويخدم الخدمة سرا تستفد الأمة من ميتو على تكره ضارة ونلعب ذنكيتش أتكره الباصيان يخدم ما ننسى نصرف بلدي وعاملين ولو باين بلدي وعاملين تشرين وين راه يهضر الخير وين راه يسولنا الصلاح هذا هو المكان النبي عليه السلام الشرف فيك وشبه النبي عليه السلام بلغ عني تشريف ولو آية تخفيف ما قالش ربي نصبح حتى العشية تبدا غهضر الخير لا وفي يا جماعة لا تكونوا كما رانا دركا واحد يلقى فساد برا يقول تخطي راسي عليه واش على بالك ادخل دار خلي الناس لا ولو آية أمر بالمعروف نهي عن المنكر علم الصلاح لازم تتوالص ماشي الحيوان الكبري اللي يولي تصنعه تحقيره ظلما استفسادا تبذيرا تسفكا اكيد تسلك راسك ادخل دار واش راح خليهم لا الانسان المؤمن ما عندوش هذه الانسان المؤمن شوف الفساد تقول هذا الفساد شوف واحد يحقر تقول ما تكونش هكا توقفوا عند حدو شوف واحد راه يفسد في الطبيعه في لاناتور كيف هذا هو بلغوا عني الآية نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يسترنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عندنا رخصة جمع التبرعات كنت الصف يكون بعض الجماعة يجمعوا مادة السلامين المال رخصة هذه رخص للجمعية الدينية لمسجد قرية أيت سيدي معمر بلدية فليقات بجمع التبرعات يوم 19 مايو 2017. المبلغ هذا مخصص لإنهاء بناء المسجد الواقع بقرية أيت سيدي معمر بلدية فليقات. إن شاء الله كل الصف نجمع لهم شيء مقدار والإنسان ما قدرش يدعي لهم بالخير يقول اللهم وفقهم اللهم بارك لهم والإنسان إن شاء الله ينفق بما استطاع ورب سبحانه وتعالى يبنينا ويبنيكم جنة وصول في الجنة والسلام عليكم.